السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله وليمة بيتزا، يعني هعمل معاكم كيلو دقيق، هعمل بجد وليمة بيتزا بالفعل. يعني لو عندك عزومة، لو حابة مثلا تعملي عشاء خفيف كده او غدا كمان، هيبقى لذيذ قوي وجميل. العجينة طرية جدا خلاص. مفيش بيتزا هتشتريها تاني من بره، ما شاء الله الكمية اللي انا عملتها. عايزه اقول لكم المربعه دي القارب بس لوحده 40، 30 في 40. فما شاء الله يعني بصوا الكميه، انا عامله أربعة وواحده كده مدوره، علشان طبعا المدورين هتبقى حجمها صغير وانا حبيت اختصر يعني. يلا معايا كيلو من الدقيق. تمام، هستعمل عليه معلقه واحده بس من الخميره يا جماعه، وما تكتروش في الخميره علشان الريحه بتبقى مش حلوه في المخبوزات لما بتكتريها. تمام. هنا معايا ده على فكرة ده سكر بني، وانا عندي هنا حطيت حوالي معلقتين كبار سكر بني، ورشة من الملح، وعلبة من الزبادي. هي دي علبة زبادي عادية جدا، انا بحب في البيتزا بحط الزبادي لاني بتديني طراوة رهيبة في العجينة. تمام. قلبت هنا المكونات مع بعض، انا عشان ضامنة الخميرة فانا ضفتها مع الدقيق، لو انت مش ضامناها اعملي لها الاختبار بتاعها. كمية المية قد ايه اللي انا هحطها على حسب نوع الدقيق اللي معايا، في دقيق بيمتص السوائل وفي دقيق لا. تمام. خلاص بقى انا سبت كده الاسباتيولا وهشتغل بالعجن. هتعجني هعجن اكيد، لان ده مش بسكوت هلم العجين وخلاص، لا انا عجنته عجنة حلوة كده ما شاء الله. لحد ما العجينة بتاعتي تكون معايا طرية ولينة، انا بحبها بصراحة تكون طرية. يعني عايزه العجينه تكون ناجحه معاكي، ما تنشفيش العجين وانتي بتعجني لحد ما تخليها قاسيه في ايدك. لا خليها كده طريه كده ولينه علشان تبقى معاكي ما شاء الله البيتزا بتاعتك طريه وتقعد لحد تاني يوم زي ما هي. تمام. بعد هنا ما خلصت غطيتها انا، بس هنا حبيت اقول ان انا حطيت حوالي معلقتين كبار من الزيت، بس هي ما بانتش. تمام. غطيتها وسبتها على جنب، ويلا بقى نعمل الحشوات. طلعي كل اللي موجود عندك في التلاجة، ايا كان جبنات، ممكن تونة، ممكن اي حاجة الموجود المتراكم عندك في التلاجة طلعيه للبيتزا. هنعمل الصوص بقى بتاع الصلصة بتاعت البيتزا بتاعتي، فص من التوم او فصين بالكتير. تمام. انا بحب اقطع الطماطم بصراحة، بتدي طعم رهيب. يعني هي دي الصوص بتاع البيتزا الاصلية. قطعيها انا هنا حوالي 3 4 طماطمات كده صغيرين. تمام. وشوية من الفلفل الاسود، وشوية من الزعتر، وشوية من الملح فقط لا غير. يعني ما تحاوليش تضيفي توابل كتير، لان هي دي التوابل اللي معروفة بتاعة البيتزا. في باكت كده بيتباع في السوبر ماركت توابل بيتزا ممكن تضيفيه، لكن بجد هو مش اكتر من الثلاث توابل اللي انا ضفتهم كده. سبت هنا الطماطم بتاعتي تتسبك. ما ينفعش ان انا اخليها كده تنزل ميتها وخلاص، لا انا بحب اديها لون كده تبقى اللون بتاعها غامق. في نفس الوقت بتدي طعم رهيب. عايزه اقول لكم صوص البيتزا ده انا بحبه جدا في المخبوزات، حتى لو انا مثلا بعمل مخبوزات محشيه بحب جدا اعمله. تمام كده اتسبكت معايا اهي ما شاء الله، نزلت بيها من معلقه كبيره من صلصه الطماطم، انا دي مسبكاها وبشيلها في الفريزر يعني لما بحتاج منها بستعملها. تمام كده خلص معايا الصوص زي ما انتوا شايفين. هنا ضفت حوالي ربع كوبايه صغيره من الميه علشان بس احرك الصلصه بتاعتي، وكده تمام. صلصه البيتزا افضل صلصه واطعم صلصه ممكن تعمليها. تمام كده هنا كده خلاص هسيبها بقى على جنب، وهشتغل في الحشوات بتاعتي. تمام كده. معايا بقى هنا فلفل الوان، ومعايا بصل كده، ومعايا زيتون، ومعايا تونة، ومعايا خلطة كده من الفراخ انا عملتها معاكم قبل كده. يعني هي تشبه شوية للشاورما بس مش بطريقة الشاورما يعني. تمام. وعندي هنا ده رومي، عندي رومي مدخن. فكل خرجي كل اللي عندك في التلاجة هيمشي معاكي، مفيش اي مشكلة. لو ما عندكيش اي حشوات ممكن مشكل جبن وشوية زيتون وشوية طماطم وشوية فلفل وبصل وكده تمام قوي. تمام. يعني ايه مش هتقف معاكي على حاجة. بصوا شكل الصلصة رهيبة وكان طعمها بجد جميل قوي، يا رب تجربوها. يلا بقى على العجينة بتاعتي، بصوا ما شاء الله ملت الطبق ازاي. كل ده بمعلقة بس من الخميرة يا جماعة، الخميرة مش بكترها.
يعني أنا عايزة أقول لكم إن مش أنا ما أحطش كتير عشان العجينة تطلع حلوة، لأ بالعكس، ممكن كتر العجين يبوظ لي الخمير كتر الخميرة سوري يبوظ لي الوصفة كلها. تمام. بصوا بقى شكل الخيوط الرهيبة دي من نجاح البيتزا ومن نجاح العجين أصلا. هبطت كل الهواء اللي فيها، وده لازم طبيعي تخرجي كل الهواء اللي فيها، والعجينة إلى حد ما بتلزق معاكي في الإيد، فما تقلقيش جدا، لأن زي ما انتوا شايفين هنزل شوية كده من الدقيق وهبدأ ألمها زي ما انتوا شايفين. تمام. أنا هنا عملتها بالشكل ده علشان هقطع الأحجام اللي تناسب الصينية بتاعتي، يعني أنا الصينية بتاعتي مقاسات كبيرة فقطعتها كبيرة. انتي بقى على حسب المقاس اللي عندك. تمام كده. يعني انا الكيلو ده ما شاء الله عمل لي كميه بيتزات، يعني في صينيه كمان انا ما صورتهاش معاكم زي ما انتم شفتوها في اول الفيديو. تمام كده. حباها بقى عاليه، حباها مثلا تكون رقيقه كده، ما تكونش فيها عجين كتير، زي ما انت عايزه شكلي العجين بتاعك. انا هنا قطعتها كده قطع، هي قطعت معايا 5 قطع، في قطعه انا كنت سايباها على جنب. تمام كده. وهسيبها بس ترتاح شويه علشان تفرد معايا بكل سهوله. بعد خلاص ما ارتاحت اهي معايا، انا ممكن افردها في الصينيه زي على طول كده، او ممكن تفرجيها زي ما انا بعملها كده، بصراحه بتسهل معايا وما بياخدش معايا وقت خالص، يعني انا عملتهم كلهم دفعه واحده. شويه من الصلصه بقى كده، حوالي معلقه مثلا كبيره مليانه كده، وحاولي على قد ما تقدري ما توصليش للحروف علشان ما تتحرقش منك او تلزق كمان في الصينيه. لو انت بتحبي الحاجه سبايسي كده والولاد بيحبوا معاكي الحاجات سبايسي، ممكن تضيفي لها شويه من الشطه، هتبقى حلوه قوي معاكي. انا بقى بحب اعمل بالترتيب زي ما انتم شايفين، شويه كده من الصوص على شويه من الحشو. تمام. يعني في البدايه كده، واحط برضك فلفل الوان، حطي زيتون زي ما اتفقنا. بحب البصل اضيفه فوق الوش عشان بيبقى بيدي يعني طبقه مقرمشه كده، بتبقى جميله جدا. بعد كده هحط الجبنه بتاعتي، الجبنه الموتزاريلا. الحقيقه الجبنه دي يا جماعه انا جبتها على اساس ان هي جبنه موتزاريلا طبيعي، طلعت نباتي، ما طلعتش طبيعي. يعني خلي بالكم وانتوا بتشتروا الحاجه، ركزوا شويه يعني في الموضوع ده، عشان انا اتضايقت جدا لما طلعت ان هي جبنه موتزاريلا نباتي مش طبيعي. تمام. يلا بقى نعمل واحده كده مستطيله زي ما انتوا شايفين، مش شرط البيتزا تكون مدوره يعني. دي هعملها بالتونه. تونه هي مفتته، ما جبتش كمان القطع، وصفيتها كويس قوي من الزيت، وزي ما انتوا شايفين ضفت الطبق بتاعي او الصينيه بتاعتي زي ما انتوا شفتوا. الفيديو هنا كنت خلاص سويت البيتزا كلها، هي ما بتاخدش على اعلى درجه، لازم تحطي البيتزا معاكي على اعلى درجه. اخدت حوالي يعني يعني انا مثلا سويت 4 صواني مع بعض، مش اكتر من ربع ساعه. عايزه اقول لكم ربع ساعه كانوا ما شاء الله كلهم زي ما انتوا شايفين استوت معايا. العجينه طريه جدا حتى تاني يوم. والله يعني اشوفكم بقى باذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم.